لا انت متفاجئ ولا انا متفاجئ بالمناسبة، بس محدش بس يعمل نفسه ان هو متفاجئ ان المنتخب خرج من بطولة افريقيا. لا، هو ده متوقع جدا جدا جدا، خروج منتخب مصر من دور الستاشر لبطولة افريقيا 2023 من الكونغو بضربات الجزاء. اولا مبروك، مبروك لاتحاد الكورة، مبروك لأي مسؤول عن كرة القدم في مصر. ده نتاج فشلكم. بس أي مسؤول عن كرة القدم في مصر ده نتاج فشلكم. مبروك يا جماعة، مبروك خروج المنتخب. ولو ان الواحد ما كانش حابب يطلع يتكلم في الموضوع ده او يطلع يعلق اصلا على اي حاجة، ولكن النهاردة احنا بنحصد ما زرعنا. بس حرفيا منتخب مصر افشل منتخب لعب كورة في البطولة. انت معاك مدير فني فاشل، معاك لعيبة لا تصلح للعب كرة القدم او للعب في منتخب مصر. حضرتك مش قادر تلعب، مش عايز تلعب، المنتخب كبير عليك، اعتزل دولي. خلاص، نقطة من أول السطر، ما فيهاش نقاش يعني. ولكن يعني الكونغو، انت خرجت من الكونغو، انت فاهم؟ لو انت الكونغو والفرق دي المنتخبات دي كنت تيجي تكسبها كده 3-4 وتبقى اسمك عامل ماتش عليها وتبدل تيشيرتات بعد الماتش، فاهم حاجة؟ اتغلبت من الكونغو. الواحد مش هقول لك الواحد مش متضايق، لا متضايق شوية، بس ده متوقع. انت عندك فشل، عندك في لعيبة فاشلة، عندك جهاز فني كامل فاشل، جهاز فني كامل، عندك لعيبه مش قد المسؤوليه، عندك يعني ايه لعيب زي امام عاشور قبل المعسكر، قبل ماتش مهم زي ده بيتصاب الاصابه ديت عشان بيلعب مش عارف فولي فوت ولا مش عارف بيلعب ايه. يعني ايه؟ يعني واحد زي محمد النني لسه بيلعب كوره لحد دلوقتي اصلا؟ ليه؟ بتاع ايه يلعب كوره لحد دلوقتي؟ يعني ايه لعيبه كتير جدا اتاخدت من المنتخب وهي اصلا من غير ان هي المفروض ما تبقاش موجوده، ولعيبه تانية احق ان هي تروح وانت ما خدتهاش. ربنا ان الله لا يصلح عمل المفسدين، صدق الله العظيم. بس خلاص، دي نهايه اللي انا عايز اقوله. الكره المصريه، الكره المصريه تاني افشل اتحاد في المنطقه. يا جماعه الكره المصريه احنا بس فالحين نتشطر على بعض، لكن نيجي ساعة الجد ان احنا نقابل بقى المنتخبات التانية بقى ونفرد عضلاتنا عليهم، احنا فاشلين. الكرة المصرية فاشلة تاني. مفيش حاجة هتتصلح حالها غير لما نبطل سبوبة، ونبطل نعمل مصالح، ونبطل ناخد عمولات من المدربين. بس موضوع بسيط خالص يا جماعة، بس انتوا مش قادرين تعملوه، مش قادرين تواجهوا نفسكم، المسؤولين مش قادرين يواجهوا نفسهم بحاجة زي كده. خلاص، نقطة من أول السطر. يبقى مبروك لأي مسؤول عن الرياضة في مصر أو عن كرة القدم بشكل خاص في مصر. بس خلاص، شكرا، مع السلامة.